بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي، النهاردة هندرس مع بعض إن شاء الله الدرس الثالث من الوحدة الثانية بعنوان الطاقة الحرارية. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن الدرس الثالث من الوحدة الثانية وبعنوان الطاقة الحرارية. طيب، إحنا هنتكلم عن الحرارة وانتقالها. اولا هنوضح النقطه ديت بنشاط قدامنا زي ما هو موضح في الصوره. الادوات هنجيب صاموله، الصاموله دي معدنيه ولهب وحامل وحوض بيه ميه وغلايه وترمومتر. طيب هنعمل ايه؟ قال لك احنا هنجيب كاس بيه قليل من الماء وهنسجل درجه الحراره بواسطه الترمومتر. تاني حاجه هنسخن الصاموله المعدنيه باستخدام الغلايه زي ما هو موضح. طبعا احنا ماسكينه عن طريق الحامل. هنسجل درجة حرارة الصامولة، هنحطها في الكوب وهنسجل درجة حرارة الصامولة، وهنسقط الصامولة في الماء ونسجل درجة حرارة الماء مع الصامولة. ايه اللي هنلاحظه؟ هنلاحظ ارتفاع درجة حرارة الماء الموجود في الكأس بعد خلط الصامولة بيها، وهنلاحظ انخفاض درجة حرارة الصامولة بعد الخلط. استنتجنا من كده ايه؟ ان عند تلامس جسمين مختلفين في درجة الحرارة، الحرارة بتنتقل من الجسم الأعلى لدرجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة، وبيستمر انتقال الحرارة تدريجي لغاية لما يتساوى درجة حرارة الجسمين. نقول تاني، الحرارة بتنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة، وبيستمر انتقال الحرارة إلى أن تتساوى درجة حرارة الجسمين. طيب، حركة الأجسام ودرجة حرارتها، هل لحركة الأجسام علاقة بدرجة الحرارة؟ ده اللي هيوضحه النشاط اللي قدامنا. احنا هنجيب كوب بلاستيك ومجموعة من الكرات المعدنية، وهنمسكها زي ما الصورة موضحة للطفل دوت. هنحط مجموعة من الكرات في كوب من البلاستيك، وهنعين درجة الحرارة للكرات المعدنية بواسطة الترمومتر في البداية قبل ما نعمل أي حاجة. تاني حاجة، هننكس الكوب الآخر فوق الأول مع الإحكام، وهنبدأ نرج الكرات كويس جدا لأكتر من 20-30 مرة، وفي النهاية هنقيس درجة حرارة الكرات بعد الحركة. هنلاحظ ان درجة الحرارة في البداية اقل من درجة الحرارة في النهاية بعد الحركة، وده بيدل ان زيادة سرعة الحركة في تقليب الكور في الكوب ادى لزيادة درجة حرارتها. يبقى بالتالي كل ما طاقة الحركة تزيد، السرعة طبعا بتزيد وطاقة الحركة بتزيد، يبقى درجة حرارتها بتزيد. ونستنتج من هنا ان حركة الجسيمات واحتكاكها ببعضها بيتسبب في ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي نقدر نقول ان درجة الحرارة بتتناسب تناسب طردي مع سرعة الجسيمات وطاقة حركتها. تاني، درجة الحرارة بتتناسب تناسب طردي مع حركة الجسيمات وطاقة حركتها. طيب، ايه درجة الحرارة والاحتكاك؟ طبعا اشهر مثال للاحتكاك لما بنبقى في الشتاء سقعانين ونحط كف ايدينا قصاد بعض ونقعد نحكهم ببعض بيتولد حرارة، ده اشهر مثال. طيب، النشاط اللي قدامنا ان احنا هنجيب دراجة وهنقلبها ونجيب البدال ونبقى ضاغطين على نحرك البدال جامد جامد جامد، ومرة واحدة نضغط على الفرامل. هنلمس وقتها اطار الدراجة بعد توقفها مباشرة. ايه اللي هنلاحظه؟ هنلاحظ ارتفاع في درجة حرارة الاطار، ونقدر نفسر كده ان الاحتكاك بين اطار الدراجة والفرامل ادى لارتفاع درجة حرارة كل منهم، وبالتالي نقدر نقول ان الطاقة الميكانيكية اتحولت بالاحتكاك الى طاقة حرارية. طيب، في كل الانشطة اللي فاتت ديت لاحظنا استخدام مصطلح الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة. طب نعرفهم بإيه؟ الطاقة الحرارية هي صورة من صور الطاقة،
تعريف مهم: صورة من صور الطاقة بتنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة. طيب ده الطاقة الحرارية. إيه هي درجة الحرارة؟ قال لك درجة الحرارة هي الحالة الحرارية للجسم، الحالة الحرارية للجسم، والتي يتوقف عليها اتجاه انتقال الحرارة منه أو إليه عند ملامسته لجسم آخر. يعني درجة الحرارة ممكن تكون درجة حرارة عالية أو درجة حرارة منخفضة. يبقى درجة الحرارة هي الحالة الحرارية اللي بتعبر عن الجسم، سواء كان حرارته مرتفعة أو حرارته منخفضة. طيب هندرس دلوقتي حاجة مهمة جدا، وهي طرق انتقال الحرارة. الحرارة بتنتقل إزاي؟ طرق انتقال الحرارة بتنتقل من، احنا زي ما عرفنا، من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة، وهي بتنتقل بثلاث طرق مختلفة. الحرارة بتنتقل بثلاث طرق مختلفة. أول طريقة هي التوصيل، ثاني طريقة هي طريقة تسمى طريقة الحمل، ثالث طريقة هي طريقة الإشعاع. هنوضح في أنشطة مختلفة الثلاث طرق. أول طريقة اللي هي انتقال الحرارة بالتوصيل. هنجيب كوباية شاي سخنة زي ما بنشرب عادي بس سخنة، وهنجيب معلقة وهنقلب، هنقوم بتقليب الشاي. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ واحنا بنقلب والشاي سخن واحنا ماسكين المعلقة ان الطرف المعلقة اللي احنا ماسكينه هنحس فيه بسخونة تدريجيا، يعني بالتدريج مش مرة واحدة. طب ده يدل على ايه؟ بيدل على ان الحرارة انتقلت من طرف المعلقة الساخن اللي هو موجود داخل الشاي للطرف اللي انا ماسكه بايدي. انتقل تدريجيا من الطرف الساخن للطرف البارد. طب انتقل ازاي؟ قالك بنستنتج ان بتنتقل الحرارة بالتوصيل او بالملامسة خلال الاجسام الصلبة، ومن الطرف الأعلى في درجة الحرارة إلى الطرف الأقل في درجة الحرارة. يبقى استنتجنا في الحالة ديت إن الحرارة بتنتقل بالتوصيل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة. طيب بنستخدم طريقة الانتقال بالتوصيل ديت في بعض التطبيقات. بالتالي إن أواني الطهي بتصنع من النحاس والألمنيوم. ليه؟ لأنها موصلة للحرارة، بتوصل للحرارة، الحرارة بتسري فيها من الموقد إلى نقطة أخرى وبسرعة. بنحس إن لو عشان كده واحنا بنطبخ يقول لك ابعد عن الحلة أو ابعد عن الإناء وأثناء الطهي علشان ما نصابش بحرارتها يعني. طيب تاني حاجة، يركب زجاج بعض النوافذ من طبقتين من الزجاج، وبيتساب بينهم هواء. ليه؟ قال لك لمنع تسرب الحرارة، عشان الحرارة ما تتسربش إلى الخارج في فصل الشتاء أو إلى الداخل في فصل الصيف. الجزئية دي مهمة وبيستخدموها دايما في بلاد أوروبا. بيتركب زجاج من طبقتين، النوافذ من طبقتين بينهم هواء. بيتركب زجاج بعض النوافذ من طبقتين من الزجاج بينهم هواء. ليه؟ لمنع تسرب الحرارة إلى الخارج في فصل الشتاء أو إلى الداخل في فصل الصيف. نشاط بيوضح انتقال الحرارة بواسطة الحمل. طيب التجربة دي ممكن نلاحظها كويس جدا في البيت. الخطوات ان احنا بنجيب دفاية كهربية وبنحطها على أرضية الغرفة. طيب بنلاحظ ايه بعد فترة؟ بنلاحظ ان هواء الغرفة كله تدريجيا بقى سخن. ده لما بنحب نتدفى في الشتاء. طيب ايه التفسير العلمي لكده؟ ان الهواء القريب بتقل كثافته، الهواء اللي هو قريب من الدفاية كثافته بتقل، ولما كثافته بتقل بيرتفع لأعلى، وبيحل محله الهواء البارد اللي هو كثافته تقيلة، كثافته أعلى، أكبر كثافة، وبيضطر ان هو يهبط لأسفل الغرفة. طب لما يهبط لأسفل الغرفة بيقابل سخونة الدفاية اللي موجودة على أرضية الغرفة، فيبدأ يسخن، وبالتالي لما يسخن كثافته تقل ويرتفع لأعلى، وبالتالي الهواء اللي فوق بيبدأ يبرد
فكثافته تزيد، وهكذا تستمر دورة صعود وهبوط تيارات الهواء الباردة والدافئة إلى أن يتم تدفئة جو الغرفة بالكامل. طيب بنستنتج إيه؟ بنستنتج إن الحرارة في الحالة دي بتنتقل بالحمل خلال الأوساط الغازية أو السائلة بصعود جزيئات الوسط الساخن جزيئاته بتصعد لأعلى، والجزيئات الباردة بتهبط لأسفل. وبالتالي أقدر أقول إن الجزيئات الساخنة بتكون أقل كثافة والجزيئات الباردة بتكون أكبر كثافة. وده بيبقى واضح جدا في أما بنيجي نعمل الشاي على النار، بنلاحظ إن المية اللي قريبة من قاعدة اللهب بتطلع لأعلى عشان كثافتها بتكون هي درجة حرارتها أعلى وكثافتها بتقل، والمية اللي على السطح بتنزل لأسفل عشان بتكون كثافتها أعلى، وبالتالي بيبقى واضح أثناء غليان المية. طيب في تطبيقات هنا إن المدفأة الكهربية على أرضية الغرفة بتتم تسخين الهواء القريب منها فتقل كثافته ويرتفع لأعلى، ويحل محله الهواء البارد اللي موجود في باقي الغرفة وبيكون أكبر كثافة، وبتستمر دورة صعود وهبوط التيارات للهواء إلى أن يتم تدفئة جو الغرفة. وده بيجي عليه سؤال مهم جدا: ليه بنضع الدفاية دايما على الأرض؟ أو العكس في التكييف يقول لك دايما يثبت تكييف الهواء أعلى الغرفة. ليه فوق؟ لأن الهواء اللي فوق بيكون كثافته إيه؟ الهواء البارد بيكون كثافته إيه؟ بيكون كثافته أعلى. طيب وبالتالي يهبط إلى أسفل، والهواء الساخن يصعد لأعلى، فلما يقابل التكييف إيه اللي يحصل؟ يبقى كثافته أعلى فيهبط لأسفل تاني إلى أن يتم تبريد جو الغرفة، على عكس الدفاية تماما. وهنا بيوضح ان هو يثبت الفريزر اعلى الثلاجة حيث يتم تبريد الهواء القريب من الفريزر، فتزداد كثافته فيهبط الى اسفل ويحل محله هواء اقل كثافة، وتستمر دورة صعود وهبوط الهواء الى ان يتم تبريد جو الثلاجة. ده عكس الدفاية تماما، وهو نفس فكرة عمل التكييف. في نشاط تاني هنوضح فيه انتقال الحرارة بالإشعاع. طيب هنقف في مكان مفتوح في يوم كله شمس. ايه اللي هنلاحظه؟ هنلاحظ ان احنا هنحس بحرارة شديدة وهنحس بالسخونة. طيب الحرارة في الوقت ده، وده الاستنتاج بتاعنا، بتنتقل من الشمس إلى الأرض دون الحاجة إلى وجود وسط مادي، لأن ما بين الشمس وما بين الكرة الأرضية مفيش وسط مادي، فبتنتقل الحرارة من الشمس إلى الأرض دون الحاجة إلى وجود وسط مادي. وبتعرف الطريقة ديت بطريقة الإشعاع، وبيجي عليها أسئلة إن لا تنتقل حرارة الشمس إلينا عن طريق التوصيل. ليه ما بتنتقلش عن طريق التوصيل؟ لأن الهواء الجوي رديء التوصيل للحرارة. طيب ليه برضو ما بتنتقلش حرارة الشمس عن طريق الحمل؟ لأن في فراغ كبير جدا بين الشمس وما بين الأرض، وبالتالي أنا أقدر أقول إن الشمس مش المصدر الوحيد للطاقة الإشعاعية، فكل المصادر الضوئية بينبعث منها حرارة بالإشعاع. من بعض التطبيقات المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها ان احنا بنلبس ملابس داكنة او ملابس غامقة، وبالتالي اللي هي زي الملابس السوداء، زي ما بنشوف رجال الداخلية بيلبسوا في الشتاء بيلبسوا اسود. ليه؟ لان الالوان الداكنة بتمتص معظم الاشعاع، بينما في الصيف بيلبسوا الملابس الفاتحة، برضو بيلبسوا الملابس البيضاء لانها بتعكس معظم الإشعاع الشمسي. آخر حاجة معانا في الدرس النهاردة هي التكنولوجيا والطاقة الحرارية في حياتنا. طيب ده جدول بيوضح التكنولوجيا والحرارة وارتباطها بالحرارة في حياتنا. الدفاية الكهربية هي غير مؤثرة على البيئة، مصدر طاقتها الكهرباء وهو نوع مصدر متجدد. مدفأة بالفحم بتكون ملوثة للبيئة، ومصدر الطاقة الفحم وبيكون مصدر طاقتها غير دائم. السخان الشمسي غير ملوث للبيئة، مصدر الطاقة فيه بيعتمد على الشمس وهو مصدر دائم. السخان الكهربي هو غير ملوث للبيئة، مصدر الطاقة فيه الكهرباء وبيكون متجدد.
الموقد البترولي، وده بيكون ملوث للبيئة بمصدر الطاقة فيه مشتقات البترول وهو مصدر غير دائم. أفران الغاز برضو ملوثة للبيئة زي البوتاجاز والغاز الطبيعي وبيكون مصدر غير دائم. ملحوظة أخيرة إن عند دراسة مصادر الطاقة المختلفة بنلاحظ إن الشمس أو الطاقة الشمسية هي المصدر الرئيسي لمعظم الطاقات على سطح الأرض. وبكده نكون خلصنا دروس الوحدة الثانية، وإن شاء الله نقوم بشرح دروس الوحدة الثالثة مع بعض بإذن الله.